اخطر حاجه الانسان ممكن يعملها في حياته، وهي دي الحاجه على ما اظن اللي هيكون فيها ندم كبير في حياته، غير بقى الحاجات اللي هي اللي ليها علاقه بالدين وكده يعني وعلاقتك مع ربنا. بس دي اخطر حاجه بحسها هتسبب لك ندم في حياتك، الا وهي ان انت ما تاخدش الريسك. الفيديو خلص، لو عايز تخرج اتفضل اطلع بره، لو عايز نتكلم وندردش ممكن نتكلم وندردش. يعني ايه ما اخدش الريسك؟ يعني ان انت تكون دايما طول عمرك بتحلم بحاجه، من واحنا صغيرين بنحلم ان احنا نبقى ظابط ونبقى طيار والكلام ده كله، بس بعد شويه تلاقي الاحلام بقت رياليستيك اكتر وفعلا ممكن تتحقق، بس احنا بنتلالى فيها او مش بنعملها، بنماطل فيها عشان ابتدينا نشتغل في حياتنا اللي هو خلاص استقرينا، بناخد مرتب سواء كويس او وحش، فبنرضى بنصيبنا وبنقول ده النصيب وكل الكلام ده. بس احب في الحته دي اتكلم في حته معينه، في حته الفلوس والرزق. انا كنت شفت فيديو بيتكلم عن ان الرزق نوعين، نوع كده كده مكتوب لك من ربنا وكده كده هيجي لك لو عملت ايه، لو انت فضلت قاعد على السرير كده كده الرزق بتاعك ده مكتوب لك وهيجي لك. والرزق الثاني، الحته الثانيه، النوع اللي بتروح تجري وراه او بتروح تجيبه او بتروح بمعنى صح كانك بتصطاده، ده اللي لازم تتحرك له. هنا بقى ناخد حته الريسك، ان انت ما بتاخدهوش عشان تروح تاخد الرزق الثاني. الريسك من الرزق، حلوه دي والله. فانت دلوقتي اتخرجت من الجامعه او لسه بتدرس في الجامعه، هتروح تشتغل في البنك بتاعك، هتاخد 7000 جنيه في الاول عشان انت لسه جونيور في الاول، بعد كده مش عارف هتزيد وينزل لك ارباح مره في السنه، ارباح 6 شهور وكل الكلام ده هتصفي لك في الاخر في السنه 120 150 الف جنيه. او لو انت بقى مش في البنك وكده ممكن تكون بتاخد 5000 جنيه، يوم في 12 ب 60000 جنيه، يوم ما تكعبر الدنيا قوي تاخد لك 70 80 الف جنيه لو تمشي اي مصلحه كده على الجنب. هل الفلوس دي كويسه وتعيشك؟ الفلوس دي كويسه وتعيشك، هي تعيشك بس تعيشك لوحدك، وبس مش كويسه، مش هتعرف تعيش كويس وكل الكلام ده. طيب ده الرزق اللي خلاص ربنا كاتبهم لنا. طيب ما تيجي نجرب الرزق الثاني حضرتك، ان احنا اللي المفروض نطلع ونعيش فيه. الناس عامه في العيله او الناس عامه دايما بتكون خايفه ان هي تطلع بره الكومفورت زون بتاعتها. احنا دلوقتي في الكومفورت زون اللي هي دايره فيها منطقه الراحه، دي اللي العقل بتاعنا بيحبه جدا. عقلك مش بيفرق ما بين بقى اللي هي الحاجه. يعني تعالى اديك مثال على الحته دي. لو انت مثلا في الجيم، انا مثلا النهارده كنت في الجيم وكان عندي تمرينه رجل، فانا صاحي من النوم بروح الجيم على طول. فانا صاحي من النوم عقلي عمال يقول لي لا يا عم بلاش، عقلك خايف يروح عشان فاكر ان دي حاجه خطر. هو خطر بس مش خطر عليك على صحتك، لا ده مفيد جدا لصحتك، بس هو بالنسبه له خطر. هو ما يعرفش الفرق ما بين الحته اللي هو انت تكون بتخرج بره منطقه الراحه بتاعتك، اللي هو لما اروح الجيم وهلعب تمرين رجل كبيره، بلعب كمان رجل وكتف، فدي هو شايفها بالنسبه لي خطر جدا مع انها مفيده جدا لصحتي، بس هو مش بيحبها. دي اسمها بره منطقه الراحه بتاعتك. فانا لو عايز اعمل جسم كويس، رجل كويسه، كتف كويس، لازم اخرج بره منطقه الراحه بتاعتي. نفس الكلام هنا في اللي انت مثلا تنجح في حياتك، تعمل فلوس وكل الكلام ده. تقول لي النجاح مش في فلوس، ماشي براحتك، بس ايا كان لازم تخرج بره منطقه راحتك. منطقه راحتك اللي هي انت بتروح تصحى كل يوم الشغل، كل يوم الصبح تروح الشغل بتاعك وكل الكلام ده، الحياه العاديه جدا اللي هي بسيطه والناس كلها بتحبها ومعظم الناس هتكون متكيفه معاها وحباها، مفيش اي مشكله. بس انا عايز الفت نظرك ان في حياه تانية انت ما عشتهاش. ما هو ما تجيش تقول لي انا عايز اخلص جامعه واشتغل وظيفه خلاص ثابته في بنك او في شركه، وبعد كده اتجوز، وبعد كده اجيب عيال، وبعد كده اخلي العيال تتعلم. عايز تعيش كده تمام، انا مش بقول لك عيش عكس كده، انا بس بديك الوجه الاخر. الوجه الاخر يا عم، انت راجل مسلم صح؟ فالنبي كان بيطلع بره بيته، بيروح غزوات وحروب، وبيروح يصطاد ومش عارف بيعمل كل الكلام ده، كان النبي بيعمله، والنبي ده من ديننا وده قدوتنا العاليه، القدوه بتاعتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فطب ليه ما نعملش كده احنا كمان، نخرج بره منطقه الراحه ونروح نشوف حلول تانية، فرص تانية لينا، سواء بقى تسافر بره مصر براحتك، عايز تسافر بره مصر، بس بحس ان مصر فيها فرص بنت لذينه جامده جدا، بس اصلا احنا عمالين نشتكي، احنا مش شايفين غير نص الكوبايه المليان. احنا بنشوف سلبيات في مصر لكن ما حدش بيشوف الايجابيات ان في ناس عملت فلوس في مصر، فانت كمان تعرف تعمل فلوس في مصر، والناس اللي معاها فلوس في مصر هيعرفوا يعيشوا عيشه جامده جدا احسن من اي دوله في العالم، عشان هي مصر شئت ام ابيت مصر رخيصه، مش مصر
يعني منتجاتها رخيصه، تقدر تعيش فيها حياه رفاهيه بتكاليف اقل، عكس ما تروح مثلا تعيش في فلوريدا في امريكا او في لندن في انجلترا او اي. نصيحتي ليك عشان بس ما اطولش، عشان بحس ان الموضوع هيبهوأ مني، ان انت حلمك اللي كنت بتحلمه من 5 سنين جرب تبدا فيه واحده واحده، واحده واحده كده. خش افتح بس النت، شوف انت بتحلم كنت تعمل ايه في حياتك، تفتح مشروع ايه او تبيع ايه او ايا كان، واكتبه بس كده على يوتيوب، واتفرج كده على فيديوهين كل يا عم يوم، اتفرج ساعه، اعرف عن المشروع ده كده ساعه، وابدا ابني واحده 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 واحده. مش بقول لك بقى يلا سيب شغلك وكل الكلام ده، لا، ساعه بس واحده في اليوم تديها لمشروعك او حلمك اللي انت كنت بتحلمه. يمكن، طب ما تجرب يا اخي ما تجرب، مش جايز تنجح، ما تجرب. هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجه، انت كده كده في شغلك وكل الكلام ده بتعمله. هتقول لي بس انا ما فيش وقت، لا في وقت يا كذاب، انا اسف بس في وقت. ما تكذبش على نفسك، انت مش بتكذب عليا يعني. يعني مش عايز اقول لك حاجه، بس يعني كده كده ما اعرفكش، فاهم يعني؟ مش تفرق لي، انت مش تفرق لي او انت مش تفرقي لي، بس ما تكذبش على نفسك تقول لي ما فيش وقت. لا يا حبيبي، انت في وقت، انت في وقت تفتح فيه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، وفي وقت في المواصلات وانت رايح وانت جاي، وفي وقت في كل حته، بس انت قاعد في الدايره الاولانيه. محتاج تخرج بره الدايره الاولانيه عشان تروح الدايره الثانيه اللي هي بره منطقه الراحه، وبعد كده بقى هنطلع للدايره الثالثه، دي تبقى كارثه، بس مش هتكلم في الفيديو ده. بس اخرج بره الدايره الثانيه وابدا لمده ساعه واحده في اليوم تعمل حاجه انت بتحبها. يمكن بعد 5 سنين تعيش حياتك المفضله اللي انت فعلا بتحبها. السبب في حياه الانسان ان هو الانسان يكون بيعيش مش عايش، في فرق.